السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الاكلة شعبية معروفة، اللي هي غادي ندير كويرات السردين، كفتة السردين بالدنجال. هنا كيف ما كتشوفوا الدنجال كتختاروا على حسب عدد الافراد الاسرة. هنا كيف ما كتشوفوا كنقطعوا شرائح، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق. ديروها البنات، ديروا كفتة السردين بهذه الطريقة وان شاء الله غادي تصبح معتمدة عندكم. المهم تابعوا الفيديو الى الاخير. كيف ما كتشوفوا كنختاروا حتى يعني الدنجال تكون نوعية جيدة. هنا في المقلاة غادي ندير شوية ديال الزيت، غير شوية الجهد اللي غادي ندهن به. هنا اختاريت المقلاة على ود يعني باش كتاخد ليا الربح الوقت شوية. اللي بغى يديرو في بانين يديرو، واللي بغى يديرو في الفران يدير، مي انا كنفضل هاد المقلاة بحال هكا. وهنا كندير دوك الشرائح ديال الدنجال اللي كتكون ديجا المقلة سخونة باش ملي نديرو الدنجال ما يلصقش لينا. وهنا كندير واحد شويه ديال الزيت، يعني راه ماشي تسمعوا الزيت كتروا الزيت، غير شويه باش الجهد اللي ما يلصقش لينا في المقلاة وصافي. كندير غير بشويه. وهنا ملي غنقلبو غادي ندير غير المعلقه الاخر ديالها، حيت الا درنا الفرشيط كتقب لينا داك الدنجال وما كيبقاش يشد لينا، المهم كيخسر الشكل ديالو وما كيشدش لينا. المهم انا هاد هكا باش كنقلب، حيت الا دكيتوه بالفرشيط غادي تقطع الدنجال. صافي بحال هكا. المهم ماشي كندير يلا غير باش يلوى شويه وصافي، ماشي غادي نقليه كاع حتى نكون نطيبوه بزاف لا. صافي وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. انا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل المحصل عليه، يعني ما يكونش كاع. المهم الجهد اللي غادي يولي هكا باش يطلق لينا باش نخدمو كيف بغينا. غير اختاروا الدنجال يكون يعني عامر شويه. وهنا راه ساليت الكميه اللي عندي. هنا عندي كيلو ديال السردين اللي ديجا منقيه ومحيدلو الجلده ديالو. هنا شويه القزبر ومعدنوس والثومه. وهنا بالنسبه للتوابل عندي الملحه، الخرقوم، السودانيه، الكمون، التحميره. وهنا مشيت نجيب عندي هنا عصير حامض، نص حامضه. صافي وطحلت الكل جيدا وهذا هي النتيجه. انا كيف ما كتشاهدوا ما كنوراكش على سميتو نطحنها مزيان كاع، يعني كنخليها شويه تكون واقفه.
حيت الا طحناها بزاف مع الحشوار دغيا كتولي حريره، ما كتلقاي ما تجمعي فيها. مع عرفتي الموس ديال الهشوار سيكون ماضي بزاف، كنضرب انا غير 3 الدورات وصافي وكنحبس باش كتجي نتا ديك الكفتة واقفة صافي. ممكن نضيفوها نحطوها في الثلاجة تشد راسها شوية. كنا مزروبين صافي نيشان غادي نخدمو بها. هنا في الطاجين حكيت مطيشة اللي تكفيني، قزبر ومعدنوس الثومة. بالنسبة للتوابل عندي التحميرة، عندي البزار، عندي السودانية، خرقوم، الملحة. وهنا غادي نضيف واحد شوية ديال الزيت الرومية. وهنا غادي نغطي الطاجين يطيب لينا لاصوص واحد شويه، وغادي ندوزو باش غادي نقادو كفتة كويراس كيف ما كتشوفوا. المهم راه الصورة شارحة راسها. وهنا غادي ندوز باش غادي ننزلهم في الطاجين من بعد ما تشحرات لينا ديك المطيشه. جربوها البنات والله القسم الا كيجيو واعر واعر، يعني واحد المذاق. داك اللوغو ديال كويرات السردين مع الدنجال ولا صوص مطيشه كيجي ما شاء الله. يعني نوع الوليدات كل مره ندير شكل. وهذه وقيت البرد كنحتاجو طويجنات بحال هكا. وهنا كندير واحد طرونش ديال الحامض وفلفله حاره من طبيعه الحال، وكنزوقو في الفلفله حمراء ولا فلفله خضراء، المهم على حسب يعني الموجود في الدار نقضيو به. كتعطي واحد الشكل زوين للطاجين وحتى لوغو ما شاء الله كتجي غزاله. المهم انا هذه هي بالنسبه للفلفله الحمراء عندي المرافق الرسمي، يعني كنديرها بزاف الطويجنات كنزوق بها. حتى انا كنبخرها وكنطحنها كنديرها هكا صوص، يعني كتحتاج في جميع بالنسبه للبيتزا طويجنات لي بات هكا. الانسان البنات ملي تكون رخيصه الانسان يستغلها. كتغسلوها مزيان وكتفوروها هي وشويه ديال الثوم وكطحنوها صافي، وكتصفيوها في واحد الشبكه وكديروها في الكونجيلاتور. وهنا كندير واحد شويه د الملحه فوق الحامض باش ما يعطيناش داك المذاق المر. وكنديرو كلمسه اخيره شويه ديال الزيت البلديه من الفوق. وخلاص هنا راه ما غنضيف لا ما لا والو، غير داك شويه د المطيشه اللي كيطيب فيها مع ديجا مطيشه طايبه، يعني ما كياخدش لينا الوقت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا. شوفوا البنات، يعني راه هو خلى داك شارح راسو براسو، كيجي مدغمر معلك، واحد المذاق ما نكونش لكم.
وهذا هو الفيديو ديال اليوم، ونتمنى يعجبكم، وما تنساوش اللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد.